عمرك تخيلت تعمل موقع كامل من غير ال HTML وال CSS والجافا سكريبت؟ ده شكل الموقع سنة 1990 قبل ظهور ال HTML، وده شكله دلوقتي سنة 2024. قبل ظهور ال HTML كان الموقع عبارة عن شبكات نصية بيستخدموا فيها لغات تانية، أشهرهم كانت لغة ال HTML ولغة البرل. وعلشان الناس تقدر توصل المواقع دي ببعضها كان في نظام اسمه الجوفر ونظام تاني اسمه BBS. الاتنين بيسمحوا للناس بمشاركة الملفات دي، وطبعا اللي كان بيستخدمها اصلا هم الباحثين والمهندسين وشوية ناس قليلة لانها كانت صعبة جدا واغلب الناس مش بتعرف تتعامل معاها. وكان بناء موقع بسيط جدا ممكن ياخد ايام واسابيع، ولو قررت تعمل حاجة معقدة شوية زي نظام بحث مثلا ممكن تاخد شهور. بعد كده سنة 1991 ظهرت لغة ال HTML، وجت من لغة ال SGML اللي اتكلمت عنها في البداية، وكانت لغة بسيطة جدا مع شوية تنسيقات عادية، بس كانت أسهل وأسرع من اللغات اللي قبل كده. بعدها ب4 سنين ظهرت الجافا سكريبت، وكمان كانت بسيطة جدا وبتستخدم في حاجات زي البوب اب زي كده مثلا، وعلشان تتفاعل مع الأزرار وهكذا. بعدها بسنة ظهرت ال CSS، وكانت مجرد بتعدل في الألوان وحجم الخطوط والمسافة بين الخطوط، وبعدين اتطورت لحد شكلها دلوقتي. يقال إن أول موقع استخدم ال3 لغات دي مع بعض هو موقع نتسكيب. ده كان شكله أول لما اتعمل، وده شكله دلوقتي. شركة نتسكيب عملته علشان تروج للمتصفح بتاعها، بس حاليا اتغير وبقى موقع مقالات مش أكتر. اللي عمل ال HTML كان عنده 36 سنة وقتها، واللي عمل ال CSS كان 28 سنة بس، والجافا سكريبت كان 34 سنة. فأيا كان عمرك وأهدافك دايما خليك جزء من الثورة اللي بتغير في حياة الناس.